صباح الفل عليكم يا مساء الجمال. النهارده هعمل لكم وصفه سهله وسريعه ومش مكلفه، وعايزه اقول لكم صحيه جدا. ان شاء الله هتعجبكم. بصوا يا جماعه، الوصفه دي ممكن تحضريها في ثواني، بجد بتتحضر في 10 دقايق، وكلها يعني فوائد جامده، يعني بجد كلها فوائد جامده. بصوا الجمال والحلاوه يا سيدي على الجمال، الريحه بقى طالعه عظمه. شويه الفلفل الاحمر بقى يدوها شكل حلو كده، طبعا العين بتاكل قبل البق. فنعمل كده حاجه ان شاء الله على السريع، ممكن تمشي غدا عشاء، تمشي معاه مكرونه، عيش، بطاطس محمره، رز، اللي يعجبك اعملي معاه. ايه هي؟ الكبد والقوانص. احنا مش بنهتم خالص بالكبد والقوانص، بنسيبها كده على جنب ونهتم بالفراخ. لا، عايزه اقول لكم ان الكبد والقوانص فيها فايده خطيره جدا. يلا بينا هنا نشوف الوصفه بتاعتنا. انا عندي هنا بصلتين كبار او 3 بصلات. انا عن نفسي في الوصفه دي بحب البصل كتير. اخدتهم ضربتهم في الكبه، تقطعيهم اي حاجه تفرميهم، مفيش اي مشكله. جبت الوك بتاعي ونزلت بالبصل كده، هديله تقلبتين 3 لحد لما ينزل العصاره بتاعته علشان يبقى مستوي معايا. هديله كده تقلبتين 3، وانا رايحه وانا جايه افضل اقلب فيه على بال ما البصل ينزل العصاره بتاعته. هاجي هنا بقى للقوانص بتاعتي، اقطعها حتت كده صغيره. مش هقطعها حتت كبيره عشان احنا عارفين ان القوانص بتغيب شويه في السوا، فهقطعها حتت صغيره كده زي ما انتم شايفين كده، حتت صغيره لحد لما تخلص معايا. ابصوا كده زي ما انتم شايفين انا قطعتها. هاجي بقى هنا بقى قطعتها وغسلتها، وهرجع تاني احطها في وسط البصل واديها تشويحتين 3 مع ملح وفلفل اسود وشويه بهار فراخ، ولا اكتر ولا اقل. مش هكتر في البهارات لان احنا عارفين الاكل لما بيزيد عنه البهارات مش بيدي طعم حلو. كل وصفه وليها التوابل بتاعتها. هنزل بقى هنا بمعلقتين 3 كده من الزيت، كاننا بنعمل عصاج، وحدي كده تقلبتين 3 للقوانص بتاعتي. ومع البصل القوانص بتغيب عن الكبد، فحديها كده تشويحتين 3، واديها ربع كوبايه ميه. وزي ما انتم شايفين هغطي عليها واسيبها تندمج بقى مع نفسها لحد لما القوانص دي تشرب من ميه البصل ويسووا بعض كده زي ما انتم شايفين بربع كوبايه الميه اللي انا هحطها. اديتها بقى تقلبتين 3 وايدي فيها كده، اديها بس تشويحتين تطلع الريحه كده وتندمج مع البصل. بجد هتاكلوا الوصفه دي وتدعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم ليا. الكبد والقوانص مظلومه جدا معانا. الوصفه بقى دي ممكن تعمليها حشوات، تعمليها مع مكرونه، مكرونه بشاميل، تعمليها في حاجات كتير قوي. احنا مستقلين بالكبد والقوانص بس، لا بجد والله العظيم الوصفه دي خطيره بجد، من اسرع الوصفات اللي انا ممكن ابقى مستعجله واعملها كده على طول. هنا بقى بقطع الكبد بتاعتي، وزي ما بقول لكم كده الكبده دي بقطعها قطع كبيره. الكبده زي ما احنا عارفين مش بتستوي. انا هنا قطعتها وغسلتها وصفيتها. وهاجي بقى هنا زي ما انتم شايفين كده بشوف الميه بتاعتي ان لقيتها لسه شويه. انا عايزاها العصاره بتاعتي دي تنشف خالص، ما يبقاش فيها الا حبه الزيت اللي انا كنت حطاهم. هغطي عليها وبرضه اديها تقلبتين لحد بصوا كده بقول لكم خلاص ما فيش بقى كده العصاره بتاعتها. هنزل بالكبده بتاعتي واديها تقلبتين 3. حابه بقى في الخطوه دي تقطعي فلفل الوان وتحطي. انا ولادي ما كانوش عايزين فلفل الوان، فاكتفيت ان هي بالطعم العظمه ده. وعايزه اقول لكم اقسم بالله البصل حكايه. يا سيبك بقى انت من الكبد والقوانص، البصل عظمه. صوص البصل طالع حاجه كده فظيعه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. وصفه سهله بسيطه ما خدتش مني اي حاجه. الكبد والقوانص فيها فيتامينات كتير قوي احنا مش حاسين بيها. بصوا بقى اديتها تقلبتين وبالراحه لان الكبد مش بتستحمل، الكبده مش بتستحمل. فحديها تقلبتين 3 واسيبها كده تستوي معانا. ما غابتش معايا خالص بعد ما حطيت الكبده، يا دوبك 5 دقايق وقدميها وبالف هنا. زي ما قلت لك بقى بالعيش، بالبطاطس المحمره، تاكليها بمكرونه، برز، اللي انت تحبيه. انا اعطيتك الفكره وانت بقى اعملي ما بدالك. هنا بقى شكلتها بقرن فلفل احمر كده يكسر اللون بتاعنا، وبالف هنا على عيونكم. يا رب الفيديو يعجبكم، وتكتبوا لي كده في الكومنتات بتعملوا الكبد والقوانص كده ولا ليها طرق تانية. لو عندكم طرق تانية نزلوا لي الوصفات ونزلها لي على صفحتي على الفيسبوك، وان شاء الله كده الوصفه تعجبكم. حابه اسيب لكم اللينك تدخلوا كده وتشوفوا بقيه الوصفات. حاجه كده عظمه بقول لكم يا جماعه، بجد تتاكل اكل. اشوفكم في فيديو جديد وسلام.